بكوباية واحدة دقيق هتعملي مشبك ناجح وجميل ومقرمش ما شاء الله. مكونات سهلة قوي. كوباية دقيق، نص كوباية نشا وذرة ملح ومعلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة خميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هننزل بالدقيق وعليهم نص كوباية النشا. وطبعا لو حبيتي ان انتي تعملي يعني مكونات مضاعفة هتضاعفي العدد الكوبايات، فاحنا هنا هنمشي بالكوبايات دي علشان تبقى اول تجربة ليكي. لو هي اول تجربة ليكي هتمشي معايا بالمكونات الصغيرة دي. حطينا هنا الدقيق مع النشا وذرة الملح والسكر والخميرة، وكمان هنزل اضيف هنا معلقة صغيرة كده مية ورد عشان تدي ريحة وطعم اللي هو بتاع المشبك اللي احنا بنشتريه بالظبط واحلى كمان. وابتدي اضيف المية حبة بحبة كده، ما يبقاش كل المية مرة واحدة، لحد ما تظبط معايا الدقيق او العجينة واغطيها. وهنا دلوقتي بعد ما سبتها حوالي ربع ساعة تقلت. هي طبعا كانت سايلة خالص زي عجينة الكريب كده. اتظبطت طبعا ومسكت كويس. هنا طريقة سهلة قوي علشان خاطر ان انا لو ما عنديش اكياس تلاجة اكياس حلواني، فهنا جبت كيس تلاجة وقلبته وفضيت فيه كل العجينة بعد التخمير ربع ساعة بالشكل ده وربطتها. انا قلبت الكيس علشان الجزء اللي انا هقصه ما يبقاش فيه اي مشكلة او عائق معايا وانا يعني بحمره او كده. فهاجي هنا على طرف الكيس وابتدي اقص حتة صغيرة قوي ان انا اقدر اصب منها العجينة في الزيت واقليها كويس بالشكل ده كده. وهننزل كده في الزيت السخن طبعا على نار متوسطة، وهو بيبقى بعيد عن بعضه كده. اول ما بتنزلي بيه ما تقلقيش خالص، فجأة بتلاقيه ما شاء الله مسك في بعضه بالشكل ده. ونبتدي نقلبه على الجهة التانية بعد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه. انا هنا قلبته خلاص، وبعد كده انزل كده بالمعلقة علشان كله من جوه يستوي كويس وياخد لون موحد وشكله يبقى جميل كده. طبعا انا نزلته في شربات الاول، فالجزء اللي انا منزله يعني عملت فيه الشربات اتحذف. ومقادير الشربات وطريقته قدام حضراتكم اهيت. دي اللي انا عملتها. طبعا بعد ما الشربات يكون ساقع وننزل فيه بالمشبك بعد التحمير، وده بيبقى شكل